عمر مرموش لما نزل في مباراة تشيلسي ما عرفش يلعب. ليه؟ لانها كانت اول مباراة، والدوري الانجليزي يختلف عن الدوري الالماني، ما فيش مساحات، ولعب مانشستر سيتي اصلا طريقة اللعب نفسها مش الطريقة اللي هي متعود عليها مرموش، فلسه ما اتعودش يعني. بعديها لما لعب في كاس الاتحاد مع اورنت لعب اساسي، ما قدمش المستوى المطلوب. في ناس اللي هي طلعت اللي هي صاحبة ال 30 رأي دي، اللي هي ليها 40 مليون رأي دي، قالت ايه بقى؟ قالت لك مرموش ما ينفعش في السيتي، اهو نزل اساسي ما عملش حاجه، وفي مباراه تشيلسي ما عملش حاجه. لما نزل بديل في مباراه ريال مدريد، ريال مدريد عمل الرومنتادا عليه واتهزم 3-2. قال لك مرموش يا عم ده وشه فاجر، ده السيتي اتغلب علشانه، واول ما نزل ادك. مرموش بترد عليهم النهارده بيقول لهم اصبروا عليا، ما قالش اصبروا عليا، هو ما ردش عليهم ولا عبرهم اساسا. ولاعب واثق في نفسه، ربنا يحميه يا رب ويبعد عنه الاصابات. وخلي بالك يا صلوحه، خلي بالك يا صلوحه، حافظ على اهدافك عشان مرموش جاي وهو شافك. مرموش النهارده بيعمل هدف، اللوب حلو، الهدف التاني احلى من التالت، الهدف التاني احلى من التالت، والتالت احلى من الاول، والاول احلى من التالت. هم ثلاثة، واول هاتريك لمرموش في الدوري الانجليزي، وان شاء الله نشوف الشوط التاني. ويلا بينا.